صباح الخير، ازيكم يا حلوين؟ فيديو النهاردة هيكون عن ازاي اواجه عشان اخد حقي. هنا في حد بيحاول ياخد حقي وانا عايزة استرد حقي. ازاي اتعامل معاه؟ اول حاجة، في وقت المواجهة وانت بتواجه الناس ان انت عايز تاخد حقك، بتكون شخص منهار، مش مرتاح مثلا، او بتكون مش شعور مريح. هو انت بترتاح بعدين، بس في الاول مش بتكون مرتاح. بيسيطر عليك مشاعر مش بتريحك، دقات قلبك بتزيد، بتحس بإحباط، ممكن تحس ان المواجهة دي زي ما تكون موت او هتنتهي بجنون. يعني الموقف بيبقى بالنسبة لك اللي هو انا حاسس ان في حاجة خطر كده، انا مش مرتاح، انا مش حابب. فعشان كده انت بتتنازل عن حقك، جزء منه اللي هو خلاص انا مش عايز المواجهة دي تحصل اساسا. ده بيكون في الوقت، يعني مع الوقت بيقل. مع الوقت هيقل لو انت استمريت ان انت بتاخد حقك، وهتحس بعد كده بشعور مريح قوي قوي قوي. فكر نفسك ان هو في الاول انت بس هتبقى متضايق، قلقان، متوتر، منزعج شوية، حاسس انك خايف، لكن بعد كده مش هتبقى كده. بعد كده هتروق، هتبقى احسن، هتحس قيمتك. يعني هتحس ان انت هتزيد قيمتك في عيونك. يعني هتحس ان انت ثقتك بنفسك بتزيد. ما ثقتنا بنفسنا بتزيد من ايه؟ من ان احنا حتى واحنا خايفين بنعمل حاجة، مش مشكلة، انا خايف بس انا هعملها. مع الوقت هحس ان انا مش خايف، وانا اتعلمت، في شخصيتي بقت احسن، بقت اقوى. لكن شخصية قوية مش بتبقى بالكلام وبان انا بعرف اتكلم وبس. خلي بالك بقى ان المواجهة ما تبقاش مع شخص ما يستاهلش. يعني مثلا شخص انا شايفه ان هو ما يستاهلش، او شخص مثلا مثلا نرجسي قوي وانا خلاص مش هعرفه تاني. ابعد انا عن المواجهة مع الناس دي. شخص مثلا مش فارق لي، خلاص شخص هقطع صلتي بيه. شخص ما مش مهم ان انا اواجهه ان هو بيكذب ولا مش بيكذب. مش لازم يا جماعة اعرف الناس ان انا عارفة حقيقتهم وان انا اذكى منهم. انا كفاية ان انا عارفة. في غيري ما يعرفش اساسا، فحلو. اسكتي بقى، اسكت بقى، واحتفظ برأيك ده لنفسك، عشان الموضوع ده ممكن يعمل لك خطورة. ممكن بعد كده الشخص، يعني ممكن انت تتعامل مع شخص سايكوباتي وانت ما تعرفش ان هو سايكوباتي، تواجهه فهو يدخل معاك في تحدي، فيبدأ يحطك في دماغه. فعلى ايه؟ احنا عايزين نقلل الخطر برضو. النقطة اللي بعدها امتلاك الأدوات. مواجهة كل شخص بتختلف عن التاني، كل واحد وعنده أدواته. يعني ايه؟ في شخص بيبقى مثلا هنا بقى ايه، مش شخص عايز ياخد حقك، لا، بس انت في سوء تفاهم. خلينا نقول ده في سوء تفاهم، مش شخص هنا بياخد حقك، لا، في سوء تفاهم حصل وانت بتتعامل معاه وعايز تحلوا الخلاف ده، او تاخد حقك لان هو في اختلاف عليه. بس هو الشخص مش قاصد ان هو ياخد حقك بمعنى ان هو ياخد حقك، لكن في سوء تفاهم حصل. الشخص ده شوية محترم، انسان حساس، لازم تتعامل معاه كده بشكل تاخد بالك. تعمل ايه؟ ما تضغطش عليه في الكلام، بلاش يعني تعامله قصاد الناس وتتعامل معاه بعصبية. حاول ان انت تكون اهدى والطف، طالما هو بيبادرك نفس الشعور ونفس المشاعر ونفس رد الفعل. ما يكونش هو قليل الادب وانا لطيف، لا، بتكلم لو هو شخص لطيف. فابدأ ان انا اتعامل معاه انا وهو بالراحة كده، ومش قصاد الناس، ونشوف المشكلة. طيب، اتعاملت مع شخص قليل الادب، شخص لسانه طويل وبيحب يغلط وعايز ياخد حقي، هتعامل معاه ازاي؟ ده انا بجيب طرف يشهد. يعني ده حاجة من اتنين، يا بستخدم العنف لان هو، ما هو قليل الادب، فده معناه ان هو وتعدى على حقي، فده معناه ان هو مش هينفع مع التفاهم، لان هو لو كان ينفع التفاهم ما كانش خد جزء من حقي. زائد ان هو كمان قليل الادب. فانا بجيب بقى طرف بيبقى شخص كبير، مش كبير بس في السن، يعني عموما
ليه كلمته، يشهد على تصرفاته واتعامل معاه بهدوء. الهدوء هيخليه يتجنن، لان هو مش متعود التعامل، يعني الناس تعامله بهدوء، متعود ان هو بيغلط عشان يخليهم يغلطوا، فهو كده خلاص النقاش انتهى. اللي هو انا مزنوق في حتة فانا هشتمك، فخلاص انتهينا. فلما هتجيب حد شاهد ما بينكم الموضوع هيفرق، بس يكون شخص برضو ليه يعني ان التاني هيحترمه. النقطة اللي بعدها أسلح نفسي بمعلومات عن حقي وأسأل، مثلا ورث، أسأل محامي، حد كبير يساعدني. برضو ممكن ان انا اهدد الشخص اللي قصادي، اتكلم بثقة وهدوء وبرود، ومش لازم الصيغة تكون تهديد مباشرة. ممكن مثلا اقول كلام ايه، مثلا ابقى بتكلم وبعد كده اقول يعني خلاص ده اخر كلام، طيب اقوم انا بقى اشوف ورايا ايه مثلا. دي كده حاجات تبان انها جمل هبلة وعبيطة ولكن لو انت شخص بتتعامل مع حد، وارد، يعني هي مش 100% هتظبط اكيد، بس وارد انها تظبط معاك. واحنا بنستعمل اي سلاح ممكن يظبط. يبدأ يحس ان انت ايه ده انت مش خايف، ده انت كمان بتهدد، او انت مثلا بتبين ان انت مش مهتم، يبقى انت عندك طريقة تانية هتاخد بيها حقك. فطب ما تخليني اشوف اتناقش مع الشخص ده لحسن يكون الطريقة التانية دي مثلا ما تعجبنيش، او مثلا يبدأ ان هو يخاف لو تفوتت بقى معاه مرة تانية في حاجة، يبدأ ان هو يسمع كلامك. ممكن انها تظبط، الله اعلم. اهم حاجة بس ما تكونش بشكل اوفر قوي، عشان ما يعني لو افورت قوي هتبان بقى ان الموضوع بهبل. فاهمين قصدي؟ دايما كده ايه، حاول ان انا ما افورش في رد فعلي ولا مع الناس عموما بشكل عام، لان الافوره بتاخد من الكاريزما بتاعتك وبتخليك الناس بتبدأ تشوفك اهبل، فمحدش خلاص بيبدأ ان هو يديلك احترام. اهم حاجة بلاش تيأس، بلاش يأس. اقدر نفسي اني وقفت وحاولت اجيب حقي، حتى لو ما زبطتش، بس على الاقل انا حاولت ان انا اواجه، حاولت ان انا استخدم كل حاجة اقدر عليها ان انا اجيب حقي، لكن ما اسكتش تماما. ما يكونش حد مثلا اخد حاجة وانا اقدر ان انا لو كنت عملت شوية مجهود امشي فيها، ان انا اتجاهل ده واجي اقول لا ما كانش هينفع ولا ما كانش هيظبط، عشان بعد كده هندم واجي اقول ما يمكن كنت عرفت اخد حقي. وبس كده يا حلوين، ده كان فيديو النهاردة، واشوفكم على خير فيديوهات تانية كتير.